ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. ان شاء الله النهارده هنعمل معجنات بالعجوه، او باتيه بالعجوه، كرواسون بالعجوه، شوفوا هتسموه ايه. تمام. طيب عشان نحتاج عشان نعمل باتيه بالعجوه هنحتاج دي كوبايه من الميه الدافيه، معلقتين من السكر، وكيس من الخميرة الفورية او معلقة كبيرة. لو عندك الخميرة الفورية اللي هي العلب يبقى هنحتاج معلقة كبيرة، وكوباية من الزبادي البلدي او الزبادي الشركات، وربع كوباية من الزيت. تمام. طيب هندوب المكونات دي كلها مع بعض، وهننزل عليها بنص كيلو من الدقيق، وعليه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر طبعا عشان تخلي العجينة معايا هشة وطرية. هنعجن العجين ده كده كويس. طبعا هنختبر العجين بالايد اللي احنا مش بنعجن بيها عشان ما تلزقش، بالايد التانية النظيفة عشان نشوف العجينة هي لا هتبقى طرية قوي ولا ناشفة قوي، تبقى عجينة متوسطة. تمام. وهنسيبها لغاية لما تخمر. بعد ما الخميرة خمرت معانا هنهبطها كده، وهناخد هنكورها الكور، وهناخد كورة ونفردها بالنشابة او المردانة. ده معايا عجوة. العجوة دي على فكرة عجوة انا عاملاها في البيت، والفيديو منزلها على القناة برضو اللي حابب يدخل يشوفه. دي عجوة هنفردها كده. هنحاول بس ما نخلي حتة صغيرة من النص عشان نقدر نقفل بيها احنا وبنلف رول، نقدر نقفلها بيها. اهي هنشوفها اهي، حتة صغيرة دي هنسيبها ما نحطش عليها عجوة عشان هتبقى القفلة بتاعة شكل الكروسو لما هنلفوه دلوقتي. تمام. وهنقسمها كده لأربع أجزاء الأول، وكل سلايز زي البيتزا هنقسمها لاتنين أو تلاتة على حسب حجم العجينة معاكي. تمام. وهنلفها ونرول العجينة ونشد. احنا وبنرولها نشد العجينة شوية اهي. الحتة دي اللي احنا محطنش فيها عجوة هتبقى القفلة عشان تمسك في العجينة مع بعض، هتبقى بالشكل ده. وطبعا هنحطها على القفلة، هنحطها في الصينية على القفلة بتاعتها عشان بعد ما تخمر ونحطها في الفرن متفكش مننا اهو. لو ما عندكيش قطعة البيتزا دي ممكن تقطعيها بالسكينة عادي خالص، وتقطعي الحجم اللي يناسب حضرتك. عايزة تعمليها كبيرة، عايزة تعمليها صغيرة. انا عملت شوية صغيرين وشوية كبار اهو بالشكل ده. وللعلم الصواني مش مدهونة اي حاجة خالص. تمام. وهنكون مشغلين الفرن عشان تسخن، وهنخمر المعجنات بتاعتنا دي تاني في الصينية. يعني بعد ما نخمرها بعد ما نعجنها وبنسيبها تخمر، وبعد كده بنخليها تخمر في الصينية تاني، يعني حجمها بيتضاعف تاني. نص كيلو عمل معايا كل الكمية دي. تمام. طبعا المعجنات بتدخل على فرن سخنة، وبتدخل على نار عالية عشان ما تنشفش مني في الفرن اهو. حابة تدهني وش المعجنات بتاعتك بيضة وشوية لبن ماشي، مش حابة تدهنيها خلاص سيبيها على كده. ممكن تدهنيها وترش عليها سمسم. انا ما دهنتش اي حاجة ودخلتها على كده في الفرن. وادي شكل المعجنات بتاعتنا بعد ما طلعت. طبعا اول ما تطلع من الفرن على طول يفضل نغطيها بفوطة نظيفة عشان تفضل معانا طرية. ادي شكل المعجنات بتاعتنا، شايفين بندوس عليها بترجع تاني حلوة جدا. والنص كيلو رمق معايا كتير خالص اهو. دي شكلها من تحت، وهي بعد ما فتحناها حلوة جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم. اهم حاجة متنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة. وبعد ما خلصت كده وبردت تماما حطيتها في علب محكمة الغلق عشان احفظها فيها. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي، وتعملوا احسن من كده بكتير. مع السلامة حبايبي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.